مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبقى تشهد المناطق الشمالية أجواء غير مستقرة، بعض الأمطار أحيانا على شكل زخات رعدية نحو سواحل الغربية ابتداء من الظهيرة. المناطق الوسطى والشرقية تبقى تشهد أجواء متقلبة مرفوقة بزخات من الأمطار الرعدية، أحيانا تساقط حبات البرد نتيجة لتسرب الهواء البارد، احتمال أيضا لتساقط الثلوج على القمم الوسطى والشرقية التي يفوق علوها 1000 متر، سحب عابرة من الصورة نحو الواحات مرفوقة بزخات من الأمطار المحلية، بينما استقرار في الوضعية الجوية نحو مناطق وسط الصحراء لغاية أقصى الجنوب. 3 درجات تحت الصفر ستسجل خلال ليلة اليوم بقسنطينة بسطيف، درجة واحدة تحت الصفر بالبيض، 4 إلى 6 درجات بالسواحل، 5 درجات فقط بالواحات، 9 درجات بشمال الصحراء والثورة، 8 درجات بتمنراس، ترتفع لتتراوح ما بين 12 إلى 14 ما بين إليزي لغاية الصحراء الوسطى وتندوف، وترتفع أكثر نحو إنجزام لتقارب 17 درجة مئوية. الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد تبقى باردة، 8 درجات فقط بقسنطينة الجلفة، عين دفلة، 9 درجات بسعيدة والبيض، 13 إلى 15 بالسواحل، 17 فقط ببسكرة بالواد بالتوغورت والمغير، 20 درجة بغرداية وبشار، 29 درجة بإن صالح، 27 درجة بمرتفعات الهوغار والتاسيلي، وما بين 29 إلى غاية 34 درجة هذا من تندوف نحو إنجزام. بالنسبة للبحر خلال يوم الغد سيكون مضطرب على طول الشريط الساحلي، رياح من ضعيفة إلى معتدلة لكن أحيانا تشتد إلى غاية 50 كم في الساعة بسواحل الوسطى والشرقية ضمن تيارات غربية شمالية غربية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة نبقى نشهد أجواء غير مستقرة، فترات صحوة مؤقتة خلال يوم الجمعة نحو المناطق الغربية، لكن المناطق الوسطى والشرقية تبقى تشهد زخات من الأمطار الرعدية حتى ثلوج تبقى محتملة على القمم التي يفوق علوها 1000 متر، سحب عابرة بكافة شمال الصحراء تكون مرفوقة ببعض الأمطار نحو منطقة تندوف، أقول مع استقرار في الوضعية الجوية من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب. البرودة تبقى محسوسة بتسرب الهواء البارد. يوم السبت بإذن الله سحب عابرة نحو المناطق الغربية وزخات من الأمطار الرعدية تبقى تميز المناطق الساحلية الوسطى والشرقية حتى على المناطق الداخلية. الثلوج تبقى محتملة على القمم التي يفوق علوها 1000 متر، تحسن تدريجي في حالة الطقس ابتداء من ظهيرة يوم السبت نحو المناطق الوسطى، تليها المناطق الشرقية خلال أواخر النهار، سحب عابرة على كل الجنوب الغربي وشمال الصحراء. يوم الأحد عودة الاستقرار من جديد نحو المناطق الوسطى والغربية في انتظار أن تلتحق الأجواء المشمسة تدريجيا ابتداء من الظهيرة نحو المناطق الشرقية. أما عن وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و20 دقيقة، والغروب على الساعة 6 مساء و42 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم بألف خير.